هذا وفي خضم تلك المفارقات والأيديولوجيات المنبثقة من هذا الأمر اتضحت لنا معضلة بينة ومغالطة ليست بالهينة، ثم إنا لنسوق إليكم هذا البيان ونلقاكم بعد الفاصل، أو إن شئت قل فاصل ونواصل. يا مساء الفل والياسمين، ومعاكم أحمد أمين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البهارات في لغة الفرنجات. زي ما سمعنا في الانترو كانت كلمات غريبة وصعبة علينا حتى باللغة العربية، بتحصل في بعض المؤتمرات أو الندوات والمناقشات، فما بالكم بمعناها بالإنجليش واللغة الإنجليزية. النهاردة إن شاء الله هيبقى معانا 4 كلمات بنسمعها، وحقيقة معظمنا مش بيبقى فاهم أو عارف معناها غير المطلع والدارس جدا لمعاني تلك الكلمات. هنبدأ سريعا، يلا وركز معايا، ورقة وقلم، كوباية الشاي بتاعتك الجميلة، واكتب معايا ال4 كلمات دول، أكيد هتحتاجهم في وقت من الأوقات. أول كلمة هتبقى معانا إن شاء الله النهاردة اللي هي كلمة بمعنى فكر أو معتقد. الفكر أو المعتقد معناها بيبقى كلمة ideology. طبعا ideology معناها فكر أو معتقد. ممكن أنت بقى حضرتك تحطها في phrases أو sentences هتحتاجها وأنت بتتناقش في الأمور الخاصة بالأفكار والمعتقدات. ممكن تقول مثلا it's a good ideology أو it's a bad ideology، يعني هتحتاجها إذا كانت هي فكر أو معتقد خاطئ أو فكر أو معتقد صحيح أو سيء، فأنت هتحتاج توظفها على حسب المعنى اللي أنت عايز تقوله. تاني كلمة هتبقى معانا النهاردة وهي ديليما. طبعا برضو كلمة غريبة مش كتير بيسمعها، وهي معناها ورطة أو معضلة. الورطة أو المعضلة معناها ديليما. يبقى أول كلمة كانت ideology، تاني كلمة معانا هتبقى ديليما. الكلمة الثالثة fallacy. أيوة fallacy، وfallacy معناها مغالطة أو فكرة خاطئة. fallacy. الكلمة الأخيرة وهي paradox أو paradox معناها مفارقة. بنسمع كلمة مفارقات، فالمفارقة معناها paradox. يلا ذاكر الكلمات دي تاني وركز في السبيلنج بتاعها والبرونانسيشن، هتحتاجهم ان شاء الله. واشوفكم في حلقة جديدة من البهارات في لغة الفرنجات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.